السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. سنة 1986 حسين بيروح على المقابر ويطلع جثة مشوهة واكلها الدود من قبرها، وبيخرج بيها من المقابر ويرجع على بيته عشان يعمل طقوس شيطانية، وبيفك شريطة الكفن ويبدأ التعويذة، لكن ما خدش باله إن بنته منار واقفة بتبص عليه من ورا عقب الباب. وبعد مرور 10 سنين فايزة وميرفت أصدقاء منار بيحتفلوا بعيد ميلادها 20 في وسط المدرسة، وبتطلب منها ميرفت إن هي تتمنى أمنية، لكن أثناء ما هي بتتمنى بيفشوا عليها بيضة وحبة دقيق عشان يعملوا كيكة شعر، وبتهديها فايزة صاحبتها الأنتيخ دبوس شعر هدية في عيد ميلادها، لكن منار متضايقة لأن أختها ميسة مش جاية تحتفل بيها. وبعد المدرسة بتروح منار علشان تزور أبوها وأمها في المقابر، وبتتمنى في عيد ميلادها أمنية واحدة لأنها خلاص زهقت من الوحدة وبعد أختها عنها، وبتتمنى إن يكون ليها حبيب يحبها وما يتخلاش عنها أبدا مهما حصل، ويفضل واقف في ظهرها. لكن بتعدي نسمة غريبة وشعور غريب ان في حد بيراقبها، ولما بتخرج بتتفاجئ ببوبي المقابر بيهوهو على حاجة وراها وكأن في حاجة خرجت معاها من المقابر، بس الحاجة دي بتخوف الكلب ويبعد عنها بسرعة. اما في بيت الطالبات احمد بيزور فايزة اللي في حكم خطيبته، لكن مبروكة بتنبهه انها بتقفل باب البيت الساعة 10، بس بتستغرب ميرفت ان منار ما رجعتش لحد دلوقتي. وفي اللحظة دي بتدخل عليهم منار اللي متكلينة وكأنها كانت مع حبيب جديد وبيحتفلوا بيها، لكنها بتتكسف وبتدخل اوضتها وبتخرج من شنطتها علبة سودا جواها شريطة غريبة جدا. وفي اليوم اللي بعده منار بتحكي لفايزة عن روعة حبيبها وقد ايه هو انسان محترم وكان حب من اول نظرة، وكأنها كانت تعرفه من فترة طويلة، وانها اخيرا حست بالسعادة. بس اثناء ما هما في المدرسة بتتمسمر منار في مكانها وبتقول لفايزة الحقي احمد بيخونك، وبتشوف فايزة أحمد مع لين اللي عندها قدرات روحانية، وبتبدأ تشك إن هو بيخونها فعلا، لكنه بيقولها دي لين مجرد صديقة، انت فاهمة غلط. وبالليل أثناء ما مبروكة بترمي الزبالة بيظهر لها وش على شنطة الزبالة وبتترعب، وبتدخل المطبخ تلاقي منار بتعمل شاي ليها هي وحبيبها الجديد. وفي الصباح بتلاقي بقع طينة على الأرض، وبيجي أحمد علشان ياخد فايزة لبودكاست ميرفت، بس بيسمع صوت منار بتكلم حد فبيبص من الشباك عليها، لكنه بيتفاجئ بحد معاها في الأوضة، وبتخرج له فايزة وبيقولها يلا بينا بسرعة احنا متأخرين. وأثناء بودكاست ميرفت بتجيلها مكالمة بصوت غريب بيقول لها رسالة من رستم لمنار، خليكي على العهد. وبعد كام يوم بيروحوا يسألوا على منار في المدرسة، لكن بيكتشفوا ان هي مش بتيجي المدرسة اصلا، بالتالي بيبدأوا يدوروا ان كان في حد في المدرسة اسمه رستم. بس في المدرسة احمد بيقول لفايزة ان هو حكى اللي شافه للين، وهي لكنها ما استنتش لين مين وراحت على طول على لين عشان تعرف هي قالت ايه عن صاحبتها. بس لين امتصت غضبها وخدتها على جنب عشان تقول لها ان احمد شاف حد مع منار في اوضتها، انا بس عملت جلسة روحانية عشان اعرف مين الحد ده، واكتشفت ان في روح ما بتطاردها. وبتقول لها فايزة منار فعلا متغيرة من ساعة ما جت من عند المقابر، وبتقول لنا ان هي بقى ليها حبيب، وبتسألها هي معاها علبة الماس السوداء لازم تتأكدي بنفسك عشان نعرف. وبتروح فايزة تفتش في اوضة منار في غيابها وبتلاقي الصندوق وجواه شريطة بتخبيها بسرعة، بس بتفاجئها منار وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا. وبتحاول فايزة تنصحها انها تبعد عن حبيبها، لكنها بترفض ده لانها بتحبه وهو شخص طيب، وبتقول لها مش عايزة اشوف وشك اصلا. فبتخرج فايزة من اوضتها وبيبدأ كل اهل البيت يلاحظوا حاجات غريبة بتحصل لهم. فايزة بتتخنق تحت بطانيتها ومرفت الباب بيتقفل في وشها، اما بوسي بتلاقي ستول في وشها حاجة في منتهى القرف. وبتخرج فايزة بالشريطة لكن الروح بتطاردها وتجري وراها زي الكنغر لحد ما بتتخبط في مرفت، وبيجروا بالشريط على لين اللي بتعمل طقوس عليها وبتأكد لهم ان في روح شيطانية لازقة في منار وهتوريهم بنفسها، وبتخليهم يروحوا على البيت يفرشوه بأوراق أشجار المارينجا الطاردة والمزعجة للشياطين. بس أثناء ما مبروكة بتلم الغسيل بيظهر لها الشيطان وبتصرخ، وبيتلموا كلهم على منار عشان يحاولوا يفوقوها ويقولوا لها انت بتحب شيطان، ما اسموش شيطان اسمه رستم. وبتطلب فايزة انها تشوفه، فبتقول لهم منار كلكم غيرانين مني. فايزة حبيبها بيخونها، ومرفت عاشقة لمغني على وشك الموت، اما بوسي مفيش حد معبرها اصلا، لكن انا عندي رستم
رستم. على العموم انتوا هتشوفوه النهارده لانه جاي. وبتجمعهم في الصالة لكنها بتختفي فجأة، وبيخرجوا كلهم يدوروا عليها لكن بينفصلوا، وبتظهر منار لفايزة وبتقول لها خليني اعرفك على رستم. وبتجري فايزة وتقول يا لهوي ياما يا لهوي ياما لحد ما بترجع لهم كلهم، لكن منار بتكون وراها ومعاها رستم، وبيتفزعوا كلهم ويجروا على الأوضة. بس فايزة نسيت منار بره، وبوسي بتقول لها تنحرق منار أكتر ما هي محروقة، لكنها بتصمم تخرج تدور عليها، لكنها فجأة بتتمسمر في مكانها، ورستم بيطلع لها بمنظرين عشان يخلص. بس بتلحقها ميرفت وتجري بيها، وبيلاقوا منار بره وسط المطرة وبيجروا ياخدوها لجوه يحطوها على الكنبة، لكنها منهارة تماما. رستم رستم. وفجأة بتاخد وضعية الأموات وبتترفع منهم لفوق، وبتتصل فايزة بأخت منار علشان تيجي للبيت وتلحق أختها، وبتروح على طول على لين اللي بتلاقي عندها أحمد، لكنها مش مهتمة بيه خلاص، وبتطلب إن لين تيجي معاها البيت. لكن قبل ما بيمشوا ميرفت بتدي أحمد بالقلم يا خاين، وبتيجي لين للبيت فعلا وبتطلب رش البيت كله بأوراق المارينجا وكفن والشريطة اللي لقيتها فايزة، وبيجهزوا منار ويحطوها على الكفن لطقوس الطرد. بس بيظهر رستم ويسحب منار وسط ما هي بتضحك، لكن بتلحقها لين قبل ما يخرج بيها بره البيت ويكفنوها بسرعه. ظن منهم ان هم كده لحقوها، بس بيصحوا الصبح يلاقوا منار اختفت. وبتوصل ميسة اخت منار وفايزة بتحكي لها على كل اللي حصل، وبتقول لها لين ان في شيطان مربوط بمنار وغالبا هي دلوقتي في بيت العيله. بالتالي بتفضل بوسي مع مبروك وبيطلعوا كلهم على بيت العيله. ولما بيوصلوا للبيت بيلاقوا جثه رستم وعليها كل الطقوس بتاعت اللعنه. وبتلاقي فايزة الدبوس اللي اديته هديه لمنار في عيد ميلادها، وبتقول لين ان ابو منار عمل طقوس شيطانيه علشان العيله دي العيله الفقيره تبقى من الاغنياء، وسحب جثه رستم وحط مكانها جثته هو ومراته. وروح رستم دلوقتي هتفضل متعلقه بكل افراد العيله ل1000 سنه. لازم نرجع جثه رستم في قبرها زي ما كانت. وفجاه ميسة بتتكفن والكل بيتكفن وراها، ولين بتقول لفايزة اربطي الشريطه بسرعه على راس الجثه، لكنها ما بتلحقش وتتكفن هي كمان. وبيدخل احمد بسرعه يلاقيهم كلهم متكفنين، وبسرعه بياخد الشريطه من فايزة وبيربطها على راس رستم، وده بيخلصهم من سيطره رستم عليهم. وبيروحوا كلهم بالجثه على المقابر، لكن في لحظه بيتفرقوا عن بعض، وبتظهر منار لميسة وفايزة وبيجروا وراها. اما لين وميرفت بيوصلوا للقبر فعلا، لكن كل القبور هي قبر رستم اللي واقف يراقبهم وجاست تشيلين كده. وبيوصل احمد بالجثه للقبر، والكل بيتجمع اخيرا عند القبر وبيحفروا القبر، لكن بيكتشفوا ان منار مدفونه فيه، وبيخرجوها بسرعه ويحطوها جوه الكفن. وبسرعه بيحطوا رستم في قبره، لكن بتفوق منار وتنادي رستم رستم، وده بيخلي رستم يبعد الخشب ويتحرك، لكن بسرعه بيردموا القبر بالطين وسط ما هي بتقول رستم، لكنهم بينجحوا فعلا ان هم يردموه. وبتفوق منار من غفلتها اخيرا وبتبعد لين عن احمد، وبترجع منار لحياتها، لكنهم ما يعرفوش ان هم ما غيروش اي حاجه لان الحب اعمى. منار سابت رسالة لفايزة إنها متيمة برستم وما تقدرش تسيبه بعد ما لقت الحب والسعادة، وبتتمنى لو فايزة تلاقي الحب والسعادة اللي منار لقيتها مع رستم، لأن أمنيتها في المقابر اتحققت أخيرا. لقت حب عمرها ولازم تسيب الحياة كلها علشان تكون معاه، لأنها فعلا في الحقيقة سابت الحياة وهتعيش مع رستم للأبد. وبنشوف في الماضي إن أبوها فعلا عمل كل ده علشان رستم ينتشلهم من الفقر، لكن اتضح ان هو هينتشلهم من الحياة وبينتهي الفيلم. اللي اثبت لنا ان الحب اعمى فعلا، وممكن الانسان يتخلى عن كل حاجة في الحياة في سبيل الحب. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصف، وادعوا لاهلنا في غزه ولبنان عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.